النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد وهو الزبادو بالمانجا. طعمه حلو جدا بالزبادي. عايزه تحطي عسل بدل السكر حطي، مش عايزه تحطي ولا عسل ولا سكر ما تحطيش. والسنه دي المانجا رخيصه قوي وكتيره في السوق، وتعالي يلا في الموسم بتاعها نعمل احلى زبادو بالمانجا. وتعالي نشوف الطريقه اتعملت ازاي. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد وهو زبادو المانجا. السنه دي المانجا حلوه قوي ورخيصه، وكل الانواع موجوده في السوق، وتقدري بقى يلا تجيبي وتخزني قبل ما الموسم بتاعها يخلص. دي كده هنجيب المانجا ونغسلها غسله حلوه قوي وهنقشرها بالطريقه دي. انا طبعا قشرت شويه قبل ما اعمل الفيديو عشان اختصر من الفيديو. يعني انا قطعت كل ده كده. عايزه بقى تعملي زبادو اعملي، عايزه تعملي عصير اعملي. نقطع بقى اي تقطيعه كده علشان احنا هنضرب كل ده في الخلاط. عايزه بقى تخزني خزني. بصراحه السنه دي المانجا حلوه قوي. انت بقى تقطعي الكميه اللي انت عايزاها للزبادو. كده انا قطعت الكميه اللي انا عايزاها. هجيب دلوقتي بقى الخلاط بتاعي واكمل تقطيع. طبعا احنا عارفين ان المانجا انواع. دي مانجا نوعها كيت. الكيت دي بتبقى حلوه قوي اهي، دي نوعها ومليانه في السوق حلوه قوي. ودي اللي تقدري تخزنيها بقى علشان تعملي منها مثلا شرايح زي دي كده، وتقدري تعملي بقى اي مثلا صينيه كيكه بالمانجا، تخرطي التخريطات ديت، تعملي كنافه بالمانجا، تقدري تخرطي. دي احسن مانجا، احسن نوع مانجا تقدري تخرطيها صوابع. تمام، هروح اجيب الخلاط وارجع لك. جبنا الخلاط بتاعنا. هحط بقى 2 كوبايه زبادي بالطريقه دي. بعد ما احط الزبادي دي اهي تاني كوبايه. طبعا هنحط سكر حسب ان المانجا مسكره قوي بتاعتك ولا لا. انا هحط معلقه كده واجرب، وهنزل بالمانجا بقى بتاعتي كده زي ما قلت لك. عايزه تخزني تعمليها صوابع بالطريقه دي. احسن نوع للصوابع المانجا الكيت. ليه؟ علشان ماسكه نفسها وناشفه وفي نفس الوقت مسكره. طيب انا حطيت زبادي وحطيت سكر وحطيت المانجا. عايزه تزودي ميه زودي، عايزه تزودي لبن زودي، عايزه تزودي كريمه زودي، وشوفي بقى السمك اللي انت عايزاه. كده انا خلطت المانجا بتاعتي في الخلاط. انا بقى خليت السمك بتاعها يبقى تقيل شويه بالمنظر ده كده. انت بقى بتتحكمي في السمك بتاعك زي ما انت عايزه بالظبط. وطبعا هنحطها في التلاجة تسقع. عايزه بقى تخرطي عليها مانجا بالطريقه دي كده، خرطي براحتك، خرط كده بالطريقه دي بتبقى تحفه. ممكن بقى تديها لاولادك الصبح قبل ما ينزلوا المدرسه، او تديهم لهم معاهم ياكلوها في البريك، يشربوها في البريك. ممكن ما تحطيش طبعا الخرط دي، انت وراحتك. عايزه تزودي لبن زودي، عايزه تزودي ميه زودي، كريمه زودي، براحتك خالص. وده زبادو المانجا بالطريقه سهله للمدارس بقى لاولادنا، او نشربه مع بعض الصبح كده في الصيف. عايزه تحطي فيه تلج طبعا حطي براحتك على الاخر. تقدري تزودي وتقللي، اي مكون موجود. وبالهنا والشفا. زي ما قلت لك احسن طريقه لتخزين المانجا انك تعمليها خرط هي الكيت.